الكثير من العوالم الأخرى لا نعلم عنها شيء، ولكن عدم معرفتنا بالعوالم الأخرى لا يتحتم عدم الوجود، ولكن الأكيد أن هناك قانون واحد يحكم تلك العوالم، وهو الخيال الواسع إلى ما لا نهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا النهاردة هي الفرعون الحديث الجزء الثاني، بس قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حضارة فضلت سنين وسنين، وكل العالم دلوقتي منبهر بيها، ونفسهم يعرفوا سر الحضارة دي وازاي قدروا يوصلوا للعظمة اللي احنا شايفينها دلوقتي. كل دي ألغاز وغموض محدش قدر يعرفها، وكل واحد كان عنده تفسير على حدود إمكانياته، بس الحضارة دي كانت إمكانياتها فوق الخيال. العالم باموس واحد من أهم وأخطر العلماء اللي كانوا في العصر ده، قدر هو ومجموعة من العلماء إنهم يطوروا الحضارة الفرعونية ويبقوا سابقين زمانهم بسنين ضوئية. حرفيا قدروا يخترعوا جميع الوسائل الحديثة اللي بنشوفها دلوقتي. مش عايز أقول إن الوسائل والتكنولوجيا اللي شايفينها في عالمنا دلوقتي وعصرنا الحالي ما تجيش 10% من اللي كان موجود في الحضارة الفرعونية. في نهار يوم الاثنين بتوقيت الفراعنة بيصحى العالم الجليل باموس من نومه عن طريق الذاكرة التحليلية بتخليه يصحى تلقائي من غير إزعاج في الوقت اللي هو عايزه. بيصحى العالم وبيخش ياخد دش ساقع عشان ينشط المخ على الصبح، وبيقول لمراته ميرت إنها تعمل له الفطار. بيفطر العالم باموس وبينزل وبيروح شغله. طبعا مش عايز اقول ان مكان شغله يعتبر من اخطر الاماكن اللي في البلد، ويعتبر هو عصب الدولة، واللي بيكون في مكان سري جدا محدش يقدر يعرف مكانه غير اللي شغالين فيه بس والملك. لو المكان ده حصل له حاجة الدولة يعتبر ما بقتش موجودة. وعلى مر العصور دول كتيرة معادية للفراعنة حاولت بكل الطرق انها تضرب المكان الحيوي ده عشان تقدر تغزو مصر بكل سهولة وتسيطر على حكم الفراعنة الممتد في افريقيا كلها، ولكنهم فشلوا. ومصر تعتبر هي عاصمة القارة، واللي من خلالها الفراعنة كانوا بيقدروا يتحكموا في القارة كلها بكل سهولة. صباح الخير يا كمانتو. صباح النور يا باموس. ايه اللي مأخرك النهاردة كده؟ انت مش عارف ان في اجتماع مهم من الجلالة؟ الفطار كان حلو قوي يا كومانتو، ما قدرتش اسيبه بصراحة غير لما خلصه كله. بعدين ما انا جيت اهو ولسه الجلالة ما جاش، فصباح الفل يعني. وبيخش الجلالة المكان بكل هدوء ويبدأ خطابه لكل العلماء الموجودين في المكان وسط هدوء تام وصمت قاتل محدش يقدر يكسره. النهاردة محتاجين نعرف آخر تطوراتنا الحضارية ووصلنا لفين وعملنا ايه مع ملف الأعداء مع آخر التحديثات. يا ريت يا باموس تتفضل تشرح جميع الملفات. بيقوم العالم باموس بكل شجاعة عشان يقدر يشرح للجلالة، ولكن وباموس بيقوم بيقطعه شخص آخر. يا جلالة ممكن قبل ما باموس يتكلم اشرح انا ملف الاعداء عشان انا اللي كنت ماسكه لو تفضلت جلالتك يعني. بيهز الجلاله راسه انه يتكلم. اللي بيقطع ماموس ده العالم بارع، وهو بارع فعلا انه ياخد اللقطات بس بلا فايده. في الاخر القبول واخده كله ماموس، عشان كده بارع مش بيحب ماموس خالص ودايما جواه عداوه من ناحيته، ده بسبب الغيره والحقد. بيتكلم بارع وبيقول انا توصلت عن طريق بعض الاستخبارات الامنيه ان الاعداء بيجهزوا لسلاح فتاك ومتين يقدر يدمر مدينه في ثواني، بس لسه ناقص لهم المرحلة الأخيرة من معادلة الانتهاء من السلاح. وده هياخدنا لاستنتاج مهم جدا، إن إحنا نقدر باستخباراتنا وجواسيسنا ناخد أسس السلاح الرئيسي ونحاول نوجد إحنا المعادلة الأخيرة ويبقى السلاح بتاعنا إحنا، ودي تبقى ضربة قوية جدا للعدو. بيقطع باموس بارع ويقول ما ينفعش يا جلالة، المعادلة كده كده هيجيبوها وقريب كمان، إنما الصح إن إحنا نجهز سلاحنا الخاص اللي بالفعل اشتغلنا عليه. السلاح أقوى 10 مرات من سلاحهم، يعني بمجرد ما نوصل لنهايته هنقدر يكون عندنا قوة عظمى ملهاش مثيل، مش هتخلي أي حد من الأعداء يفكر في الهجوم أصلا. بيتعصب بارع جدا وشرارة الغضب بتنفط من عينيه، كأن باموس قتل كل محاولاته وخططه إنه يثبت جدارته قدام الجلالة. بيكملوا الاجتماع وبيتناقشوا فيه عن صعوبات وخطر ملف الأعداء وإزاي هيقدروا يبنوا السلاح ده اللي هيغير مجرى البشرية كله، واللي يقدر يحافظ على سلالة الفراعنة إلى الأبد وما تنتهيش. تصنيع سلاح بالخطورة دي وأهميته ما ينفعش كتير من العلماء يكونوا عارفين جميع تفاصيله، بل هي مراحل فقط، يعني كل مرحلة بيقدر يعرفها عالم واحد بس، لكن الوحيد اللي عارف جميع المراحل هو باموس، وهو المشرف الأساسي على تصنيع السلاح ده. ومراحل تصنيع السلاح هي 4 مراحل، 4 علماء وباموس هم بس اللي عارفين المراحل دي. بيروح باموس البيت بعد انتهاء يوم العمل الشاق وبيستريح في البيت، ولكن اليوم شكله طويل عشان يظهر ان مفيش راحة في حياة العلماء. بيجي الباموس مرسل بردي بطريقة قديمة، بيفتح باموس المرسل والاندهاش على وشه سبب البردية القديمة المبعوثة،
وبيقرأ المكتوب فيها: سوف تعودوا كما كنتم، وسوف ينتهي عالمكم وحضارتكم قريبا، فلا تتعب نفسك وترهقها، فلتأتي معنا وطلباتك مجابة حتى لا تنتهي معهم إلى الأبد. بيتخض باموس، وده بسبب إن العلماء مش معروفين للأعداء. إزاي قدروا يوصلوا له بكل سهولة؟ هو ملهاش غير حل واحد، وهو إن في خاين وسطنا. وبعد دقيقتين بيجي لباموس خبرية إن العالم حورحب تم اغتياله، وده كان المسؤول عن المرحلة التانية في السلاح، وبالتالي فقدانه يعني فقدان جزء كبير من تكوين السلاح. ولكن باموس الوحيد اللي يعرف جميع المراحل، فيقدر بكل سهولة ينقل تكوين المرحلة لعالم آخر. بس الموضوع مش سهل. الاكتشاف باموس لشخص خاين خلاه ما يقدرش يثق في أي حد آخر. اغتيال حورحب يعني العدو ابتدى يكشف العلماء واحد ورا التاني، وده أكتر حاجة خطر ممكن تحصل في تاريخ الحضارة الفرعونية. عشان كده قرر باموس بإخفاء سر مراحل تكوين السلاح للأبد في مكان مجهول، مكان من عالم آخر، مكان مستحيل يقدر أي مخلوق يوصل له مهما كان. ايه المكان اللي احنا فيه ده يا دكتور؟ ما اعرفش يا فهمي، ده شكله كده كان سرداب بيوصلنا لمكان خفي. ايوه صح، شكله كده. إيه، يلا بينا يا دكتور نخرج من هنا بسرعة. ثواني بس يا فهمي، خلينا نستكشف المكان الخفي ده. يا دكتور ما ينفعش، مفيش وقت، لازم نتحرك. بقولك ليه يا فهمي؟ عشان المكان ده هو اخطر مكان في العالم، ما ينفعش نكون هنا ابدا. ايه اللي بتقوله ده؟ وعرفت منين؟ وبكده يكون الجزء الثاني خلص. لو متحمس تشوف الجزء الثالث، دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، واشوفكم في الجزء الثالث. سلام.